مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء استهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. مكتب المراجعة العامة يتقلد جائزة جودة المراجعة المالية الإقليمية. إكمال استعدادات التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في أفعبة ونقفة وقرورة وأدوبحة. 130 قتيلا على الأقل في حادث انهيار جسر المشاة في الهند. لولا دا سيلفا يطيح ببولسونارو ويصبح رئيس البرازيل مجددا. أمريكا تعتزم نشر غازفات استراتيجية في أستراليا وسط توتر مع الصين. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم أظهرت إصابة مواطن واحد من وسط المدينة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,189، شفي منهم 10,083 وتوفي 103، فيما يتلقى مريض واحد الرعاية في المستشفى. وزارة الصحة 31 من أكتوبر 2022. تلقى مكتب المراجعة العام الإريتري جائزة عام 2022 لجودة عمل المراجعة المالية بأسلوب العمل الجديد من منظمة مؤسسات المراجعة العليا الإفريقية. تضم منظمة مؤسسات المراجعة المالية العليا الإفريقية التي تأسست عام 2005 26 دولة، هي إريتريا وأنغولا وبوتسوانا وإسواتيني وإثيوبيا وغامبيا وغانا وكينيا وليسوتو وليبيريا وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وسيشل وسيراليون والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان ويوغندا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي. وقدمت الجائزة لمكتب المراجعة العام الإريتري لتنفيذه أسلوب المراجعة العامة الجديد بعد التدريب الذي تلقاه في شهر مايو من العام الجاري. وكانت إريتريا قد حصلت على جائزة كفاءة العمل عامي 2014 و2018. وأوضح المراجع العام السيد جير جبرمدهن في مراسم استلام الجائزة اليوم 31 من أكتوبر إن مكتب المراجع العام الذي أقيم عام 1992 أصبح عضوا عام 1996 في المنظمة الدولية لمؤسسات المراجعة العامة، وكذلك منظمة مؤسسات المراجعة المالية العليا الإفريقية. وقد حصل على الجائزة الحالية بفضل التقرير الذي قدمه عن المراجعة العامة. وأشار إلى نشاط المكتب عبر وضع خطة خمسية من عام 2019 وحتى 2023 وتقييم سنوي، ويعمل حاليا لوضع خطة من العام 2024 وحتى 2028. وأوضح أعضاء المكتب أن المكتب يعمل على تنفيذ أساليب العمل الجديدة للمراجعة المالية بتنمية القدرات وتطويرها. أكملت مديريات أفعبة ونقفة وقرورة وأدوبحة في إقليم شمال البحر الأحمر الاستعدادات لحملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم التي ستجري من 31 أو 21 وحتى 25 من نوفمبر على مستوى البلاد. وأوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني السيد تدروس حدقو في الاجتماع الذي عقد في أفعبة يومي 26 و27 من أكتوبر إن الحكومة قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ التطعيم الذي يقدم للفتيات من عمر 9 وحتى 14 بقدر المساواة في المدن والأرياف، داعيا لتعزيز مشاركة جميع الشركاء وخاصة الإدارات والاتحادات الوطنية. وذكر إن التطعيم يقدم مرتين وستنفذ الحملة الثانية بعد 6 أشهر، داعيا لحماية مميزات الدفعة الأولى وتصحيح القصور. من جانبه دعا مسؤول الصحة الإنجابية للأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل غورغوريوس، دعا المهنيين الصحيين العاملين في رعاية الأمومة والطفولة لمنح الحملة الأولوية. هذا وبحث الاجتماع خطط العمل التي قدمتها كل مديرية وصادق على التنفيذ. وقال مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب في ختام الاجتماع إن الجهد المشترك والتنسيق ضروري وضعا في الاعتبار للتضاريس وحياة الترحال الرعوية.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية أن الحملة التي ستجري في 89 قرية ب 42 ضاحية ستشارك فيها السيارات والدواب. ذكر مدير مستشفى تساني الدكتور قدي قبرولد تطور الخدمات الصحية في المستشفى بفضل توفير المعدات الطبية والكادر البشري، وقال إن تعداد المستخدمين لخدمات المستشفى ازداد مع إدخال المعدات الحديثة، وإن الولادة في المستشفى بلغت 78% بزيادة 13% عن العام السابق. وأشار إلى انخفاض الإصابة بالإيدز لارتفاع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية، بينما ازدادت الإصابات بالأمراض غير المعدية مثل ضغط الدم والسكري. وأوضح استفحال ظاهرة الملاريا وأمراض الحميات بسبب غزارة الأمطار هذه السنة، داعيا المواطنين لاتباع أساليب المكافحة المعتادة. وأوضح خبير الفحوصات المخبرية السيد تخلصقي قبرهوت أن معدات الفحوصات الحديثة التي تقدم نتائج سريعة وواضحة ساعدت على تنفيذ المهنيين لأعمال فعالة وعلاج سريع للمرضى. وذكر ممرض الصحة العقلية تولد بيجودو أن الاتجاه إلى الطب الشعبي لعلاج الأمراض النفسية والعقلية يعرض المريض لمعاناة أكبر، داعيا لنقل المرضى العقليين المغلقين في المنازل إلى المؤسسات الصحية للحصول على الخدمات الطبية. وأعرب السكان عن الارتياح لخدمات المستشفى لوجود قدرات بشرية ومعدات طبية متكاملة. وعلم أن أعمال الصيانة الجارية في مستشفى تساني لإصلاح أضرار العواصف المطرية عام 2018 قد أنجزت بنسبة 90%. أكد الإريتريون المقيمون في ليبيا على تقوية التأطير والتنظيم والمساهمة في برامج التنمية الوطنية. وأوضح المواطنون في الاجتماع الذي عقده السفير عيسى أحمد عيسى في 30 أكتوبر أن إريتريا تنتقل إلى مرحلة مبشرة لصمود شعبها وحكومتها، وسيعززون المساهمة للتصدي للمؤامرات التي تستهدف عرقلة عجلة التنمية. وأوضح السفير عيسى تطور الجهود الحكومية الدبلوماسية لضمان جوار يعمه السلام الذي يحقق التعاون التنموي والعدالة الاجتماعية المستدامة وبرامج التنمية عامة والتنمية البشرية على وجه الخصوص. ودعا المواطنين المقيمين في ليبيا للاستفادة الجدية من فرص التعليم والعمل والدفع بالأنشطة المجتمعية، مؤكدا تعاون ودعم السفارة لهم. وأوصى المجتمعون على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات، معربين عن سعادتهم لتعيين السفير عيسى أحمد عيسى سفيرا غير مقيم لدى ليبيا. وكان السفير عيسى أحمد قد سلم أوراق اعتماده للرئيس الليبي محمد المنفي يوم 29 أكتوبر سفيرا غير مقيم لإريتريا لدى ليبيا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي 130 شخصا على الأقل الأحد مصرعهم في حادث انهيار جسر المشاة في الهند أدى إلى سقوط العشرات في النهر الموجود تحته. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 120 قتيلا على الأقل بانهيار الجسر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربيه يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه، ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر. وقال برجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إنه تم إنقاذ أكثر من 80 شخصا. وذكرت محطة NDTV الإذاعية أن الجسر أعيد افتتاحه رغم عدم وجود شهادة سلامة، وأن لقطات فيديو أظهرت أنه يتأرجح. وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر، فيما نشر غواصون للبحث عن المفقودين. كما استدعي عشرات الجنود من الجيش والبحرية الهندية للمساعدة في عملية الإنقاذ. فاز الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس الحالي جاير بولسونارو في انتخابات شهدت عودة مبهرة للزعيم اليساري ونهاية أكثر الحكومات ذات التوجهات اليمينية في البرازيل منذ عشرات السنين. وحصل لولا على 50.8% من الأصوات مقابل 49.2% لبولسونارو بعد فرز 99.1% من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كاف لتحديد نتائج السباق حسابيا.
ومثل التصويت رفضا للشعبوية اليمينية المتطرفة لبولسونارو الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونغرس لتشكيل ائتلاف محافظ جديد، لكنه فقد الدعم بعد أن سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كوفيد-19. وتعهد لولا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر، كما وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، وكذلك جعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية. قالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ما يصل إلى 6 قاذفات قنابل من طراز بي 52 قادرة على حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا وسط تصاعد التوترات مع بكين. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن وثائق أمريكية توضيحها أنه سيتم نشر القاذفات في قاعدة تيندال الجوية الأسترالية الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي داروين عاصمة الإقليم الشمالي. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن أستراليا ترتبط مع الولايات المتحدة بتحالفات دفاعية من وقت لآخر. ونقل عن سلاح الجو الأمريكي قوله في تقرير هيئة الإذاعة الأسترالية إن القدرة على نشر قاذفات بعيدة المدى في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم بشأن قدرة واشنطن على إبراز القوة الجوية. أطلقت الصين الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام. ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية القمر السماوي بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء. وأطلق الجزء الذي سمي مينغ تيان أي حلم السماوات بواسطة صاروخ لونغ مارش 5B من جزيرة هاينان المدارية في جنوب الصين. ومينغ تيان هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة تيانغونغ التي تتخذ شكل حرف تي بالأجنبي. وستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و 450 كيلومترا فوق الأرض لمدة 10 سنوات على الأقل، مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء. وتعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. مكتب المراجعة العامة يتقلد جائزة جودة المراجعة المالية الإقليمية. إكمال استعدادات التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في أفعبت ونقفة وقرارة وأدوبحة. 130 قتيلا على الأقل في حادث انهيار جسر المشاة في الهند. لولا دا سيلفا يطيح ببولسونارو ويصبح رئيس البرازيل مجددا. وأمريكا تعتزم نشر قاذفات استراتيجية في أستراليا وسط توتر مع الصين. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الدولية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.